السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود. نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة والسلام على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح نقترح عليكم جينواز بدون بيض بدون فرن، راح نطيبوها فوق الكويزينيير. راح تشوفوا الطريقة بالطنجرة، راح تجي ما شاء الله بنة ولا أروع. الناس اللي ما يقدروش يستعملوا البيض، عندهم مرض يعني ما يقدروش ياكلوا يعني جينواز ولا مسكوتشو بالبيض، هذه الوصفة راح تساعدكم بالبزاف، اقتصادية وطريقة سهلة. راح نشوفوا الطريقة. نديروا المول تاعنا كيما شفتوا، كنت وجدتوه بالزبده بشويه تاع مارغرين، درت له بابي تاع فيلم، القطر تاعو 20. هنا في ريسيبيون عندي 2 كيسان تاع فرينه، كاس غير ربع تاع حليب بودره، تقدروا ديروه فرينه تكملوه فرينه، وكاس سكر غلاس، تقدروا تعوضوا الحليب البودره بالفرينه. انا هنا حبيت يعني نعزز النكهه ديالو باش تجيني جينواز تاعي خفيفه وطريه. نخلطوه نواشف كامل، نديرو مغرف تاع لافاني وما تنساوش قرصه الملح. نخلطوها، عندنا نص كاس تاع زيت. مقادير سهله جدا يعني وبسيطه، وتحضروها في وقت قياسي. عندنا الحليب 2 كيسان تاع حليب، راح نستعمل منهم كاس ونص. انا كنت وجدت 2 كيسان، دخلت لي هنا كاس ونص، يعني عينكم هي ميزانكم. درت الكاس الاول، من بعد درت 2 ساشي تاع خميره، ودرت مغرف تاع بيكربونات الصودا. راح ندير الكاس نص منه، راح نحصل على القوام المطلوب. ان شاء الله تكونوا يعني راكم تفهموا لي. نخلطوا بهذه الطريقه، طريقه جد بسيطه، نتيجه رائعه. هذا هو القوام تاعها، يعني ما استعملتش كامل بزاف، ديت النص تاع حليب. في الاخير راح ندير عصره تاع ليمون. بهذه الطريقه نخلطها، وهنا راح تكون معنا الخليط تاعنا واجد. المول تاعنا كما قلت لكم القطر تاعو 20. تفرغوه بهذه الطريقه وتخلوه، تكونوا مسخنين. الطنجره لازم تكون واسعه واللي يدخل فيها يعني المول ديالنا. انا كنت هنا درت لها كسرونه اللي عندها شباك ولا تقدر ديرو، ما عنديش واش نستعمل، درت كسرونه باش نحط فوقها المول ديالي تاع الجينواز ونغلق عليها. لازم الغلاق يكون يعني محكم، ما تنفسش يعني باش طيب لنا من التحت ومن الفوق مامطون. الطياب تاعها هنايا راح يكون على الاقل ساعه، النار منخفضه تماما، على الاقل ساعه. راكم تشوفوا هنايا راهي طابت معايا. دخلت الكردون تاعي خرج ناشف، راهي واجده. بزاف اللي سقساوني على لاكولا، قالوا لي شغل تبان جينواز بالكاكاو، كنت ديجا درت معكم وصفه. هنا راح نقول لكم هي كي طيب فوق الكويزينيير تعطيه هذا اللون. راح ندير معكم تاع الشوكولا الايام القادمه تمد هذا اللون. انا ما استعملت لها لا كاكاو، يعني كيما شفتوا صدقوني، يعني كيما شفتوني درت هذه هي الوصفه. هنا راح نقسمها بعد ما تبيتوها باش تقسموها. ديروها في بابي فيلم ولا في ساشي، تغلقوا عليها وتخلوها تبات باش تقطعوها، باش تجيكم سهله في التقطيع تاعها. يعني والله غير جات بنتها بنه. راح تشوفوا معايا يعني الفيديو القادم كيفاش نمونطيها. يعني ما شاء الله جات بنينه بالبزاف، روعه. وتساعد قلت لكم اللي ما عندهم مشكل مع البيض، اللي عندهم شفور. كاين ناس لحد الان يعني ما عندهم شفور ولا عندهم يعني كنت عارفوا ناس كاين اللي راهم قيس القيس. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه. نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش بلي جيم ولي زابوني. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.